يا عم تابعز. اتفضلوا. لا شكرا. بص بقى يا جدعان، الناس اللي جايين يعملوا مائد عندنا في المنطقه لازم نقف وقفه رجاله ونمنعه. هتمنعهم؟ لا. يعني انت موافق ان هم يعملوا المائده؟ ايوه طبعا موافق ان هم يعملوا مائده. اهم حاجه ما يصوروش الناس وهي بتاكل. لما تلاقي حد بيعمل خير اخرس خالص، سيب الخير يوصل للناس، ما يبقاش ولا منك ولا كفايه شر بوش امك اللي عايز يتكتف ده. يا عم عمرو دول بيعمل المائده دي للشهرة. يا عم خليهم يعمل، ده حاجه حلوه خالص. مبدئيا كده انت ما شوفش وش امك هناك خالص، ده انت عايز بقر على الفحم. والله بيعملوا كله ده عشان الانتخابات. وانت لما كنت داير مع الناس في الانتخابات توزع كراتيه كانت حلوه، ومبدئيا كده مالكش دعوه بالجرجير. انت عمال تاكل من بدري ما تجيب حته. الله يخليك. انا عايز اعرف الواد ابن ام علاء جاب العربيه دي منين؟ يا عم ده تلاقي امه اللي جايبها له. طب ما تخلي امك تجيب لك واحده. ها؟ بنتيه راح وجه. والله انتم ما عارفين حاجه، الواد ده بيتاجر في المخدرات. يتاجر في المخدرات؟ طب خد هات لنا حته ب100. يا احمد، البنت بنت ام سعاد اتطلقت ليه؟ يا عم البت دي ماشيه وحش. ماشيه وحش ليه؟ بتمشي بجنبه ولا؟ يا جدعان جوزها شك ان الواد اللي في بطنها ده مش ابنه. طب ما يعملوا تحليل دي سي ال. يا عم اسمه دي ان ايه؟ عايزين حاجات؟ راح فين كده؟ اقعد اشرب الشاي. شاي اللي اشرب معاكم؟ ده انتوا لا بتوع الخس بتوعهم في حالهم ولا الناس بتوعهم في حالهم. عمالين تقولوا ده بيطلع علشان الشهره وده بيعمل خير علشان الانتخابات. يا عم تسيبوا اللي يعمل النيه، ده ربنا اللي هيحاسب عليها. المهم الغلبان يستفاد، ما تبقاش ولا منكم ولا كفايه شره. بعدين عمالين تقولوا بقى يعني دي جوزها طلقها، وده العربيه دي جابها منين، وده بيتاجر في المخدرات. يا عم دعوا الملك للمالك. انت بقى اللي عمال تقول بتوع الخير. انت طلعت الزكاه بتاع رمضان. اطلع يا شمام ولا لا اقوى؟ يعني انت ما طلعتش وعمال تتكلم على بتوع الخير. اسكت خالص على مرمامه. راح فين؟ بتعمل ايه؟ بعد ما اكلت الاكل كبس عليا الحزام مضايقني خالص. تحس ان الواحد زاد كده في الوزن. في الوزن. وانت ما جريتش لا؟ مش قادر اهو. لا انا اول. طب ما تضربنيش. على مهل على مهل. علم تربيه بيسس.